اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناتي كويزين تقوى. نتمنى تعجبكم وصفاتي وتجربوها وتنجحوا فيها. هنا الوصفة اللي خيرتها لكم اليوم هي كسرة محشية بحشو جد جد اقتصادي. نبداو مع بعض. نجيبو القدرة تاعنا ولا المقلة كما تحبوا. نديرو حوالي 4 ملاعق زيت، عندنا 2 بصلات مقطعين رقيق وزوج حبات فلفل مقطعين، نحطوهم يتقلاو. من بعد نزيدو عليهم 3 حبات طماطم مكرفجين، 2 فصوص ثوم، ملعقه كبيره طماطم، هذو كامل نخلوهم يتقلاو. نزيدو لهم كيما راكم تشوفوا خواتاتي نص كاس ماء ولا ربع كاس ماء، وخلوهم يتقلاو في غرضهم نار قليله بالبزاف. هنا نروحوا للعجين تاعنا. عندي 2 كيسان فارينه كما راكم تشوفوا، عندي 2 كيسان سميد رطب كما راكم تشوفوا، عندي ملعقه صغيره سكر، ملعقه صغيره خميره الخبز، ملعقه صغيره خميره كيميائيه ماهمش معمرين خواتاتي. عندنا الملح حسب الحاجه تاعكم، انا درت ملعقه صغيره. عندي هنايا نص كاس زيت هو اللي نبسو به الفارينه والسميد تاعنا. وعندنا الماء. دوك نقول لكم خواتاتي هنا شحال دات معايا. هنا نبسو الفارينه والسميد تاعنا والمكونات كامل. لاحظوا خواتاتي هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي مكاش مقادير بزاف، سورتو الفتره هذه تاع حفاظه الاطفال تاعنا اللي رانا نحفظوا فيهم ومكاش الوقت باه نضلوا واقفين في الكوزينه. ديروا لهم غير كيما هكا ولا بيتزا ولا باش تقعدوا وتراجعوا لوليداتكم، وربي يحفظهم وينجحهم منا كامل ان شاء الله. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوا راني ندير في الماء. وخواتاتي هاد العجينه ما تجيش جاريه بزاف، لانه لا كثرتوا لها الماء بزاف مش حتقدروا تحلوها بالحلال. من بعد هنا ندلكوها شويه برك دقيقه ولا دقيقتين ونحطوها ترتاح، وحنايا نروحوا نكملوا نتبلوا الغماسه تاعنا ولا التشكشوكه. انا خواتاتي كما لاحظتوا معايا قبيله ما درت لهاش توابل وما درت لهاش الملح، دروك راني راح نديرهم لها. وكي ندير نطفي خلاص كلشي راه طايب لي. عندي على راس المغرف فلفل اسود، قرفه مطحونه وكرويه، وعندي ملعقه صغيره ملح. هنايا نخلطوا كلشي مع بعضهم التكتك لي واحد شويه ونطفي. وهنا خواتاتي ما درتش الملح والتوابل مع الاول، لانه كي ديروا البصل مقطع صغير ولا الفلفله ولا الطرشي مقطعين صغير وتبلوهم في البديه راح يطلقوا لكم المروريه. لازم حتى يطيبوا وتخرج كامل العصاره اللي فيهم باش تبلوا، باش الغماسه تاعنا تجينا بنينه. وان شاء الله خواتاتي تدوا هذه النصيحه بعين الاعتبار باه ما تمررش الغماسه تاعكم. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوا نقسموا العجين تاعنا. هنا قسموه كريات صغار باش ما تجيكمش الكسره تاعكم ولا خبزه الفطير خشينه بالبزاف كما راكم تشوفوا. وكل 2 كريات من هاد العجينه يشكلوا لنا خبزه واحده. هنا نحلوها بالحلال كما راكم تشوفوا. وهنا خواتاتي رقوا لاننا دايرين ملعقه خميره تاع خبز وملعقه خميره كيميائيه باه العجينه ما تجيناش خشينه بالبزاف وما طيبناش من الداخل كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي. وعاونوا روحتيكم بالفارينه باش ما تلصقش معاكم برك. وكما راكم تشوفوا خواتاتي ما فيهاش خدمه بزاف، ما فيهاش تعب بزاف. ممكن تحطوها في الطاجين بالخف طيب وبالخف تحمار. لاحظوا السمك تاع العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا خواتاتي نروحوا ندو الحشو تاعنا. وهنا خواتاتي حاجه واحده اخرى، الحشو شويه يكون دافي ولا بارد، ما ديروش سخون لانه العجين تاعكم راح يتقطع. كي تروحوا ترفدوه يتقطع لكم، سورتو اذا حطيتوه في الطاجين الخبزه تاعكم كامل تتحل. لاحظوا هنا خواتاتي. وحاولوا انكم الاطراف كامل ما توصلوا لهمش الغماسه ولا التشكشوكه باه من تروحوا تبلعوا ما يصعبش عليكم الامر كما تشوفوا هنا يا خواتاتي. وكما راكم تشوفوا فيها عجينه سهله تقدروا تحركوها كما تحبوا، ما تتقطع ما يصرى لها والو. هنا خواتاتي دوك نبداو نقلبوا في العجين تاعنا للداخل باش من نحطوها في الطاجين ما تتحلش معانا. كي شغل تنظف روحها. لاحظوا خواتاتي كما راكم تشوفوا
وما تنسونيش خواتاتي، ما تنسونيش بالجام، ما تنسونيش بالاشتراك في قناتي. ونشكر كل وحده راهي تقول لي كلمه طيبه، وكل وحده راهي طيب لي خاطري بالكلمه الزينه. نقول لك يا اختي روحي، الله يعطيك على حساب قلبك وعلى حساب نيتك ان شاء الله. نلاحظوا خواتاتي هنا نزيدوا شويه، نضغطوا عليهم غير شويه برك. وهنا هذا الخطوة اختيارية، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. أنا نحب ندير شوية زيت باش تجيني فيهم بنة المحاجب. والزيت خواتاتي من يحمروا يعطونا واحد اللمعة تاع الزيت. هنا سقموها مليح في الطاجين عادي، ما تخافوش منها خواتاتي. كما راكم تشوفوا هنايا نروح نقلبوها. هنا ما تشدش الوقت بزاف لانه راه ماوش الطبقات ماهمش خشان عندنا. لاحظوا هنا خواتاتي نزيد معاكم حبه واحده اخرى. هنا خواتاتي شوفوا الحبات اللي راني طيبتهم، لاحظوا كيف يطيبوا. وهنا خواتاتي كما راكم تشوفوا في الوصفه تاعنا تاع اليوم اقتصاديه، فيها بصل، فيها طورشي، طماطم. وانتم خواتاتي درتو عشاء ولا درتو فطور كما راكم تشوفوا. وهنا خواتاتي تكونوا سخنتوا الطاجين تاعكم من قبل، وتكونوا طيبوه على نار متوسطه، ماهيش ناقصه بزاف وماهيش عاليه بزاف. خواتاتي الناقصه بزاف تيبس لكم الخبزه، من تروحوا تقسموها تتكسر معاكم، والعاليه بزاف راح تصهد لكم العجين من برا وما راش يحق الطياب للداخل. وهنا خواتاتي بعد ما تبسطوها وتعاودوا ترجعوا اختها فوقها، هنا حاولوا انكم بيدكم شويه هكا تمشوا باه الحشو يزيد شويه يمشي معنا في الاطراف، ماشي بزاف خواتاتي، ماشي حتى يخرج كما راكم تشوفوا. وهنا هذا الضفيره اللي ما تعرفش ديرها معليش دير بصبحتيها كيما هكا، تضغط على اخر العجين كامل وتزير وتقلع بالموس الزايد معاها باش ما تجيهاش بزاف فيها العجين فارغ كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي. وهنا يرفض خواتاتي اللي ما تعرفش ترفد كيما هكا تقدر دير ورق الطهي، ورق الطهي ترفد بيه، ومن بعد كي تبغي تقلب عادي كي تفوت الطيب من تحت تقدر تقلعو. لاحظوا هنا خواتاتي وكما راكم تشوفوا هنايا العجينه ما كثرنا لهاش بزاف الماء، لانه كي تكثري لها بزاف الماء ماكش حتقدري ديري لها كيما هكا، غير تكوني تخدمي بها تولي تنطلق تحسيها باللي ولات تتجعد كما راكم تشوفوا. هنايا الماء كي تكونوا ديروا خواتاتي ديروا غير بشويه وشوفوا، ديروا بشويه وشوفوا العجينه تكون طريه بصح ماشي جاريه، ماشي تتلاصق بزاف في اليدين، كي تولوا تدلكوا فيها تتلم معاكم. هنا كما راكم تشوفوا والنار انا راكو شتو بلي كامل الخبزات طابوا على لون واحد لانه النار راهي عندي متوسطه. نروحوا الخبزه الاخيره. هنا خواتاتي اللي عندهم الله يبارك بزاف غاشي معاهم في الدار في طوع ما تعبري بالكاس عبري بالبول تاع الحريره. او خواتاتي كيما تضحفوا في العجين ضحفوا ثاني في الغماسه ولا التشكشوكه تاعكم، ديروا 4 طرشي 4 بصل 4 طماطم كيما هكا وهي رايحه. لان خواتاتي لا كثرتوا العجين وما ضعفتوش في الغماسه راح يقعد لكم العجين هكاك فارغ. هاهم خواتاتي هنايا بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا فيهم، لاحظوا يجوا خواتاتي خفاف يجوا يتلواو وحدهم كما راكم تشوفوا. هنا نقسم معكم تشوفوهم كيفاش جاو دايرين. ونتمنى خواتاتي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، وكما قلت لكم سوختو في الوقت اللي راهم الذراري دروك يحفظوا فيه. ما نظلوش خواتاتي في الكوزينه وخلوا وليداتنا قاعدين يتخبطوا مع الحفاظه وحدهم، نوقفوا معاهم ونشدوا لهم ونحاولوا نفهموهم في الدروس اللي ما راهمش فاهمين. يجوا كيما المحاجب كي تكونوا طيبوا فيهم ريحتهم في الطاجين كيما المحاجب. هاهم امامكم. نتمنى تعجبكم الوصفه اللي خيرتها لكم وتكون خفيفه ظريفه. هنا خواتاتي قبل ما نقول لكم تبقوا على خير حبيت نقول لكم العجينه حلوها رقيقه والحشو ما تكثروش بزاف الداخل، والنار في الطاجين خلوها متوسطه
باه الفطير تاعكم ولا الكسرة تاعكم ما تنحرقش. وهنا في الأخير ما بقى لي غير نقولكم خليكم في أمان الله وحفظه. سلام.